مساء الخير أحبائي المستمعين. شرف كبير ليا كما قلت وأقول باستمرار إني أشعر بإني أخدمكم. ميعادنا الآن مع الحلقة 12 من برنامجكم أغصان الكرمة المثمرة، والذي فيه نعطي إضاءات أو فلاش لايتس أو هايلايتس، يعني إشارات واضحة حول سفر نشيد الأنشاد. وصلنا الأصحاح 8 والعدد 10. أذكركم بالعدد 9: إن تكن سورا فنبني عليها برج فضة، وإن تكن بابا فنحصرها بألواح أرز. عدد 10: أنا سور وثدياي كبرجين، حينئذ كنت في عينيه كواجدة سلامة. كان لسليمان كرم في بعلهنون، دفع الكرم إلى نواطير، كل واحد يؤدي عن ثمره 1000 من الفضة. كرمي الذي لي هو أمامي، 1000 لك يا سليمان، و200 لنواطير الثمر. أيتها الجالسة في الجنات، الأصحاب يسمعون صوتك فأسمعيني. اهرب يا حبيبي وكن كالظبي أو كعفر الأيائل على جبال الأطيب. عدد 10: أنا سور وثدياي كبرجين. أنا في حالة انفصال عن العالم. ثدياي كبرجين من الفضة، لي المكانة، لي البركات التي أخذتها من فدائك لي على عود الصليب. في منتهى النضوج الروحي والاستعداد للخدمة، خدمة إخوتي، وأن نخدم معا. حينئذ كنت في عينيه كواجدة سلامة. وصلت أنا وصلت في عينيه كواجدة سلامة. أنا وصلت للنهاية. أنا وصلت زي ما كان بيتكلم يوحنا المعمدان: ينبغي أن ذلك يزيد وإني أنا أنقص. أنا ماليش حاجة، ده كل شيء بتاعك. فلما عملت كده زي ما قالت له: أنا لحبيبي وإلي اشتياقه. انت بتحبني، انت مشتاق عليا. ليه؟ لاني انا تخليت عن ذاتي، تخليت عن العالم، تخليت عن مجهوداتي، تخليت عن الأنا. عدد 11: كان لسليمان كرم في بعلهنون، دفع الكرم إلى النواطير، كل واحد يؤدي عن ثمره 1000 من الفضة. ايه الموضوع ده؟ الموضوع ده موجود في إنجيل متى. الإنسان اللي عمل كرم وعمقر فيه معصرة وبنى برج وحط سور وسلمه إلى كرامين، ده في عرف الأرياف يسمى مزارعة. مزارعة ازاي؟ يعني أنا عندي أرض هظبطها
وهجيب حد يشتغل فيها، واحنا الاتنين سنتقاسم الثمر. في انجيل متى او بشارة متى كما يعلمنا سيدي انه جه في الوقت بتاع الاثمار بعت عبيد يطلب اثماره او نايبه من الثمار. مسكوا العبيد ضربوهم وصلبوهم ورجموهم وقتلوهم. بعد تاني اكتر منهم عملوا اللي عملوا فيه، فقال ارسل اليهم ابني لعلهم يهابونه. اول ما جه الابن قال هو ده صاحب الميراث، هلما نقتله ونأخذ ميراثه. فأخرجوه خارجا وقتلوه. مزارعة هنا، كل واحد النواطير هيدفع 1000 من الثمر لصاحب الأرض لسليمان. وهنا العروس اشتغلت، ليس عمل الواجب ولكن عمل المحبة. فقالت كرمي الذي لي هو أمامي، 1000 لك يا سليمان و200 لنواطير الثمر. ناطور أو نواطير أي حارث أو خادم أو اللي واخد باله. فأنا اشتغلت عمل محبة مش عمل واجب. يتكلم عنها معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى وأعتقد وأصحاح 6 إني أنا ضرورة موضوع عليا، فويل لي إن كنت لا أبشر، فإن كنت أبشر طواعية فلي أجر، وإن كان كرها فقد استؤمنت على وكالة. فهي اشتغلت طواعية، لم تحقق فقط 1000 لسليمان ولكن حققت 1200، ثم قدمت الكل له. فقالت 1000 لك يا سليمان و200 لنواطير الثمر. من هم نواطير الثمر؟ هم مرشديكم الذين أعانوكم وساعدوكم، ينبغي أن تراعونهم وتجلونهم وتحترمونهم وتوقرونهم وتقدرونهم. وكأن هنا جلبت نفسها من عاملة مع الله إلى مشاركة لله إلى عاملة بمحبة، فنالت الأجر والمكافأة والإضافة اللي هي بتاعت نواطير الثمر. يتحدث العريس معها في عدد 13: أيها الجالسة في الجنات، الأصحاب يسمعون صوتك فاسمعيني. معنى الجالسة في الجنات أي الفراديس الصغيرة، الجنات الصغيرة، المؤمنين الصغار. فأنت تتكلمين وتبشرين وتعظين وتشددين وتشجعين، الأصحاب يسمعون صوتك فاسمعيني. أنا عايز أسمع. تسمع ماذا يا سيدي؟ وكأنه يقول أسمع صلاتك وصراخك من أجل الناس ومن أجل العمل، ودموعك وبكائك من أجل الثمر. فقالت له العريس: اهرب يا حبيبي وكن كالظبي أو غفر الأيائل على جبال الأطياب. اهرب، تعالى. قالت له أولا: تعالى لي فوق قافز وطافرا على التلال والجبال، وتعالى عشان أنا محتاجة لك. ولكن هنا
قالت في الأول على الجبال المشعبة، جبال الضيقات، ولكن هنا قالت على جبال الأطياب. وهنا تدعو إلى سرعة مجيئه الثاني. الروح والعروس يقولان تعالى، ومن يسمع فليقل تعالى، ومن يعطش فليرد، واللي عايز يأخذ ماء حياة بالمجان. أنا في انتظارك سيدي، لقد عملنا سوا العمل الذي كلفتني به، وأنا كلي لك، وفي انتظار مجيئك المبارك. نراجع هذه الأربع أعداد قبل النهاية. أنا سور وثدياي كبرجين، حينئذ كنت في عينيه كواجدة سلامة. أنا وصلت مرحلة نضج وشبع وقادر على الإرواء والإشباع. كان لسليمان كرم في بعل هامون، دفع الكرم إلى نواطير. في ناس كتيرة بتشتغل معاك أو عندك، لكن أنا بشتغل معاك. كل واحد يؤدي 1000 من الفضة لسليمان كواجب، ولكنني أعمل بحب. فال1000 لك يا سليمان، و200 لنواطير الثمر. أيتها الجالسة في الجنات، الأصحاب يسمعون صوتك فأسمعيني صلواتك وصراخك لأجل الآخرين ولأجل إتمام المشيئة ولأجل الوحدة معي. فقالت اهرب يا حبيبي، وكن كالظبي أو كغفر الأيائل على جبال الأطياب. الروح والعروس يقولان تعالى. أمين. أشكر لكم حسن إنصاتكم. الرب معكم.